السلام عليكم، اهلا وسهلا. احنا دلوقتي في غرفه الليزك. عايز اقول لكم ازاي الشركات اللي بتخترع اجهزه التصحيح بت... بتستغلنا قوي. جهاز الليزك من شركه بوش اند لومب اسمه تينيو. الفلاشه دي لو اتشالت من الجهاز ده ما بقالش له اي قيمه خالص. طب الفلاشه دي بيعملوا بيها ايه؟ الفلاشه دي انت اشتريت الجهاز، بس انت الجهاز ده كله لو مكلف ملايين، لو مكلف نص مليون دولار او اي حاجه، الشركه مش هتسيبه لك كده. لا، ده هتقول لك بعد اذنك انا هحاسبك على كل حاله انت ايه، كل حاله انت هتشتغلها لازم هتدفع لي مبلغ معين حق استخدام للجهاز. طب يا فندم انا شاري جهاز بملايين الجنيهات، ماليش دعوه، انا الشركه المصنعه، انا اللي محتكر للتكنولوجيا دي، والله عاجبك مش عاجبك روح شوف شركه تانية. فالفلاشه دي بنشحن عليها العمليات، بتشحن، تخش على الموقع بتاعهم تقول لهم انا عايز اشتري 1000 عين ليزك، 1000 عين فيمتو، 1000 عين بي ار كي، 1000 عين بي تي كي، 1000 عين تصحيح القراءه اللي هو بتاع، 1000 عين زيوبتكس اتش دي. كل حاجه من دول ليها فلوس زياده. وادي الرصيد قدامكم. البي تي كي اللي هي الخطوه اللي بتعمل قبل البي ار كي عندك 238، السوبرا كور بتاع القراءه 2، الزيوبتكس اتش دي او تصحيح فائق الدقه 18، البرو سكان التصحيح العادي 1416. الارصده دي، الشحن ده لو خلص الجهاز اللي ثمنه ملايين ده ولا ليه اي لازمه ولا يشتغل. الفلاشه دي لو اتعطلت او اتسحبت من الجهاز برضه ملهاش اي لازمه. فهم بياخدوا حقهم مضاعف، بتشتري الجهاز وبتشتري ثمن تشغيله. تخيل كده لو انت شاري عربيه دفعت فلوسها، العربيه بقت بتاعتك بس انت مش عارف تشغلها ليه؟ والله يقول لك انت عايز تعمل اشحن لي المشوار، كل مشوار هتدفعه عايزه هتدفع عليه فلوس. فعشان كده تكلفه الليزك والعمليات دي غاليه. اولا تكلفه التكنولوجيا غاليه، وتكلفه الاحتكار غاليه.